حبايبي طلبة ميدل 1 عاملين ايه يا شباب؟ كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلاص خلص والترم خلاص بيخلص. خلاص فاضل حاجات بسيطة قوي وهنقول ان احنا بدأنا في الفاينل ريفيجن. اهم حاجة الفترة اللي جاية دي تركز فيها كويس، تراجع على الحاجات اللي انت كنت مش ان انت كنت طبعا في العيد نسيت حاجات كتير. طبعا لازم تراجع كويس قوي. هنعمل لكم شيت ريفيجن كويس قوي 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 للحاجات دي كلها ان شاء الله، يلم كل الحاجات دي. طبعا برضو ما تنساش ترجع تبص على الفيديوهات اللي فاتت، لو في حاجة كانت فاتتك اتفرج عليها وراجعها كويس. ومستقبلك يستاهل يا بطل. عايزك تذاكر كويس قوي الفترة اللي جاية، خلاص ترم خلاص بيخلص، فاضل حبة صغيرين قوي كده. تذاكر كويس قوي وسيبها على الله. وطبعا ما تنساش تصلي على النبي، ويلا بينا نبدأ. الدرس بتاع النهارده ازاي هنتعلم ازاي نرسم تراينجل، ازاي ترسم انجل تعمل لها بايسكت، ازاي ترسم لاين سيجمنت وتعمل لها بايسكت. التراينجل ده ممكن ارسمه عن طريق ايه؟ ممكن ارسمه عن طريق 3 لاين سيجمنتس لو هو مديك 3 لاين سيجمنتس او 3 خطوط، لو مديك 3 2 انجلز ولاين سيجمنت، ولو مديك انجل و2 لاين سيجمنت. طيب ازاي هعمل الكلام ده؟ هتمشي معايا واحده واحده كده. معاك الثلاث حاجات اللي قدامك دول. اول حاجه الرولر، المسطره دي طبعا مهمه لازم تبقى معاك. طبعا القلم بالرصاص طبعا مش محتاج اقول لك. البروتراكتور اللي هي المنقله دي لازم تكون معاك، والكمبس ده يكون معاك برضو. وتمشي معايا خطوه بخطوه كده، كل حاجه هعملها تمشي معايا، توقف الفيديو وتعيدها وتشتغل معايا بنفس الطريقه بالظبط. تمام، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عندي هنا بيقول لي draw a line draw an angle of measure 100 then bisect it. عايز نرسم انجل الميجر بتاعها 100 واعمل لها بايسكت. يعني ايه بايسكت؟ يعني انا هقسمها لحتتين قد بعض بالظبط. يبقى انا هرسم اللاين الانجل وهعمل لها بايسكت، هقسمها لحتتين قد بعض بالظبط. طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ امشي معايا بقى واحده واحده كده. اول حاجه انت محتاجها هي الرولر. هتعمل خط كده، خط اللينس بتاعه ايا كان اللينس بتاعه مش تفرق. هنقول مثلا اللينس بتاعها هيكون 5 سنتيمتر اهو. تمام، رسمنا اللاين سيجمنت دي. بعد كده خلاص شيل الرولر مش عايزها في حاجه. هتبدا تحط البروتراكتور بتاعتك على اول الخط ده. تمام، اهي البروتراكتور كده، النقطه دي كده على اول الخط ده، على اول لاين سيجمنت دي. وتبدا تقيس الانجل اللي هو قال لك عليها. انا كده ظبطتها اهو. هبدا اقيس الانجل اللي هو قال لي عليه. هو اي الانجل الميجر بتاعها كام؟ قلنا 100. يبقى انا هقيس على الارقام الزيرو اللي هو ده. بص كده معايا اهو، الزيرو اللي من تحت. هبدا اقيس لحد 100 اهي الانجل الميجر بتاعها 100. تمام، هتيجي هنا في الحته دي وتحط نقطه كده وتوصل الخط بتاعك. يبقى انا هاجي عند الحته دي كده، احط بوينت هنا كده وابدا اوصل اهو. ده كده منظر الانجل هيكون معاك. دي الانجل اللي هي الميجر بتاعها كام؟ 100. كده انا خلاص مش محتاج البروتكتور في حاجه، خلاص هشيلها دلوقتي. ده دور الكومباس. هنمشي بقى بالكومباس ده، هتحط السن الحديد بتاعه كده على اول الفيرتكس، على الفيرتكس بتاعت الانجل، الراس بتاعت الانجل دي كده هتحط فيها السن بتاع الكومباس. وتفتح فتحه قد ايه؟ فتحه مش هتفرق معايا ايا كان. نقول مثلا فتحه صغيره كده، مثلا فتحه 2 سنتيمتر. وهبدا اعمل ارك من هنا كده اهو. هعمل ارك كده. الخط ده او الكوز ده اللي انا عملته ده محتاج منه حاجتين. ايه هما الحاجتين اللي انا محتاجهم منه؟ محتاج منه البوينت دي والبوينت دي. تعالى نعملها بلون تاني كده اهي. محتاج البوينت دي والبوينت دي. تمام، بعمل بيهم ايه البوينتس دول؟ هتيجي بقى عند البوينت الاولانيه، تفتح بقى الكومباس فتحه كبيره شويه يعني اكبر من دي، مثلا 3 او 4 مثلا اهي. خليها 3. تمام، وهعمل ارك هنا في الحته دي كده. ادي الارك الاولاني. هقف الناحيه الثانيه وهعمل نفس الارك تاني يقطع ده. يبقى انا دلوقتي وقفت الناحيه الثانيه وعملت ارك تاني قطع ده في بوينت. يبقى تاني كده نرجع من الاول نبص احنا عملنا ايه. اول حاجه عملتها اللاين سيجمنت، خلصت اللاين سيجمنت. رسمت الانجل عن طريق البروتراكتور اللي هي الميجر بتاعها 100. وقفت بالكومباس في الفيرتكس دي كده، الراس دي كده، وعملت الارك الاولاني الارك ده. تمام، قلنا فتحه صغنونه كده، فتحه 2 سنتيمتر او 3 سنتيمتر. بعد كده وقفت من الناحيه دي ومن الناحيه دي. اهم حاجه لما تقف في الناحيتين دول ما تغيرش الفتحه. فتحت هنا مثلا على 3 فعملت الارك ده، يبقى من ناحيه نفس الناحيه هقف من الناحيه الثانيه قصدي يعني بنفس الفتحه اللي هي 3 هعمل الارك الثاني.
وصل المنظر اللي قدامك ده، هتيجي بقى توصل اللاين سيجمنت بتاعتك اللي هي دي هتكون البايسكتور بتاعت الانجل. اوصلها بايه؟ اوصلها من الفيرتكس للنقطه بتاعت الانترسكشن بوينت اللي هي الحته دي. كده انا خلاص خلصت اللي هو عايزه، انا كده عملت الانجل وعملت لها بايسكت. تمام. طب انا هتاكد ازاي من الموضوع ده؟ هتاكد ازاي ان انا رسمت كويس، ان انا عملت الرسمه بالظبط؟ هتيجي دلوقتي وتقيس من هنا كده، هتلاقي ان الخط ده عند 50 بالظبط اهو. بص كده الخط ماشي معايا فين اهو، الخط الاخضر عند 50 بالظبط. يبقى انا قسمت الانجل زي ما هو عايز لحتتين قد بعض بالظبط. هي كانت 100 قسمت ل 50 و50. تمام. ناخد واحده كمان انجل المره دي، الميجر بتاعها 80 وهعمل لها بايسكتور. معانا الكومباس ومعانا البروتكتور. ادي الكومباس والبروتكتور. طبعا الرولر انا كنت محتاجها بس ان انا هعمل بيها لاين سيجمنت، فخلاص هعمل اللاين سيجمنت هنا بالبروتكتور، اي خط مش هيفرق معايا الطول بتاعه. وهقيس الانجل اللي هي الميجر بتاعها كام؟ قلنا 80. ادي الانجل 80. وطبعا زي ما قلت لك انت بتحط بوينت هنا كده وتوصل بيها. ادي الانجل. تمام. هبدا اشيل البروتكتور خلاص مش عايز، وهفتح فتحه صغيره شويه اهي. ايا كانت الفتحه مش تفرق. انت بتحتاج ايه من الفتحه دي؟ كل اللي انت محتاجه من الفتحه دي ان انت بس ايه؟ تعمل الارك اللي قلنا عليه. يبقى تاني خطوه ان انا بعمل الارك ده كده اهو. عملت الارك، الارك ده عمل لك نقطتين انترسكشن بوينتس. البوينت الاولانيه اللي هي دي كده، دي، والبوينت التانيه اللي هي دي. بعمل ايه دلوقتي؟ بفتح الكومباس فتحه اكبر شويه وبقف هنا عند النقطه دي. تمام. وهعمل ارك، قوس يعني تاني اهو. عملت القوس ده الارك ده، هقف من هنا وهقطع الارك ده. هعمل ارك تاني بحيث ان هو لازم يقطعه. قطعه بالشكل ده خلاص. هقول للكومباس شكرا كومباس، وابدا اوصل اللاين سيجمنت بتاعتي. اللاين سيجمنت اللي انا هعملها دي هتبقى هي دي البايسكتور اللي احنا عايزين نوصلها منين؟ من النقطه دي للنقطه دي. هقوم جاي اعمل كده اهو. ادي اللاين سيجمنت اللي احنا عايزينها. كده انا عملت ايه؟ عملت اللي هو قاله، اللي هو عايز بايسكتور للانجل دي. لو جيت قست هتلاقي ان الحته دي 40 والحته دي 40. تمام. نخش على تاني فكره عندنا اللي هي بنتكلم عن drawing line segment وتعمل لها بايسكت. يبقى احنا خلاص عرفنا كلمه بايسكت يعني ايه. يعني انا بقسم الشكل ده لحتتين قد بعض بالظبط. يبقى انا دلوقتي لو رسمت لاين سيجمنت، هنا بيقول لي draw a line segment of length اسمها AB واللينث بتاعها 4 سنتيمتر then bisect it. عايزني ارسم لاين سيجمنت اللينث بتاعها 4 واعمل لها بايسكت. يبقى انا محتاج الرولر الاول. ادي الرولر اهي، وهرسم اللاين سيجمنت اللي طولها 4 سنتيمتر اهو. 4 سنتيمتر، لا دي 3.9 نخليها 4 يا عم اهي 4 سنتيمتر. تمام. قفلنا الرولر خلاص مش عايزينها. نفتح ايه بعد كده؟ الكومباس. يبقى انا محتاج في تاني شكل ده او تاني حاجه دي محتاج الرولر والكومباس بس. ان انا بعمل ايه؟ بعمل لاين سيجمنت وبعمل لها بايسكت. ارسم معايا كده لاين سيجمنت تقولها 4 سنتيمتر وتعالى نشوف هنعمل لها بايسكتور ازاي. اولا انت بتفتح الكومباس فتحه اكبر من نص اللاين سيجمنت بالظبط. اكبر من نصها يعني ايه؟ اكبر من نصها يعني حاجه على ذوقك انت كده. مهم تكون اكبر من النص، ما تكونش صغيره قوي ولا تكون كبيره قوي. لو عايز اقول لك كام بالظبط ممكن تقول 3. هي اللاين سيجمنت كلها 4 يبقى نفتح حته فتحه 3. تمام. وهبدا اعمل ارك من فوق كده اهو، من هنا كده اعمل ارك. تمام. ومن تحت هعمل ارك تاني في نفس الفتحة أو هتغير الفتحة. تمام كده. نيجي الناحية التانية ونعمل نفس اللي احنا عملناه تاني. ارك يقطع ده وارك يقطع ده اهو هنا كده، وتعمل ارك بحيث ان هو يقطع ده، وهناك برضو ارك يقطع ده. واحدة واحدة كده مستر بقى عشان ايه تهت منك. تاني نعيد من الاول اهو يا عم. نمسح خالص ونعيد من الاول. انا اول حاجه رسمت اللاين سيجمنت طولها كان كام؟ طولها كان 4 سنتيمتر، ان هو قال لك ارسم لاين سيجمنت طولها 4 سنتيمتر. طيب بعد كده بدأنا نفتح فتحة أكبر من نص أكبر من نص بشوية. احنا قلنا إن هنخليها 3 سنتيمتر الفتحة أهي. تمام. وبعد كده بقوم جاي واقف
بالرولر بتاعتي، بقف قصدي بالكومباس بتاعي على الناحيه دي والناحيه دي بتاعت اللاين سيجمنت، اهي اللاين سيجمنت، بقف من هنا وبقف من هنا. تمام. الفتحه اللي انا قلت عليها اللي هي اكبر من النص كده، واعمل ارك فوق وارك تحت زي ما انت هتشوف دلوقتي اهو. تعالى نعملوها تاني. هعمل ارك من فوق كده اهو، ارك ما تخلوش صغير قوي ولا كبير قوي يعني كده، وراحتك تطوله بعد كده تطوله عادي. ومن هنا برضو نعمل ارك تاني، اوعى تغير الفتحه. تمام. واجي الناحيه التانيه بنفس الفتحه وهعمل ارك تاني بحيث ان هو يقطع ده، او الارك التاني، واطلع فوق. ماشي، قلشت مني بس ماشي. تبقى امسح بقى الزيادات دي، طبعا انا مش عارف امسحها هنا كده، ممكن نمسحها واحده واحده كده حته الزياده دي اهو. تمام. ومن هنا برضو نمسح الزيادات دي. وكل اللي انا محتاجه من الموضوع ده هما التو بوينتس اللي طلعوا لي دول. فين التو بوينتس؟ النقطه اللي هي دي والنقطه دي، بعمل بيهم ايه؟ بتوصل بلاين سيجمنت، وتبقى هي دي البايسكتور اللي احنا عايزينه. يبقى البايسكتور هيكون هو لاين سيجمنت دي. تمام. لو جيت قست من الناحيه دي هتلاقيها 2 سنتيمتر، ومن الناحيه دي هتلاقيها 2 سنتيمتر. واحده كمان زيها كده بسرعه. يبقى انا هنا بيقول لي درو لاين سيجمنت اسمها اكس واي، اللي فاتت ما كتبناش عليها اسمها اي بي. هنا اي زي ما انت عايز بقى، هنا اي وهنا بي زي ما انت عايز تسميها. يعني الاي من انهي ناحيه؟ انا هبدا الاي مثلا من هنا والبي من هنا. طيب واحده كمان قلنا درو لاين سيجمنت اسمها اكس واي، اللينس بتاعها 6 سنتيمتر، واعمل لها بايسكت. اطلع الرولر، ادي الرولر، وهقيس اللاين سيجمنت اللي قلنا عليها 6 سنتيمتر اهي، طولها 6 سنتيمتر. تمام. بعد كده هبدأ أجيب الكومباس، هقف بالكومباس من الناحية دي ومن الناحية دي. فتحة قد إيه؟ فتحة قلنا أكبر من النص بشوية. يعني هنا اللاين سيجمنت كانت 6، نقول إن هي هنخليها مثلا 5 يا عم أهو، أكبر من النص. وأعمل أرك فوق وأرك تحت. أدي أرك، وأنزل تحت أعمل أرك تاني. ومن الناحية التانية نفس الفكرة تاني، أقوم جاي أرك يقطع ده ويقطع ده. ادي، اوعى تغير الفتحة. كل مرة هجيلك هنا اقول لك اوعى تغير الفتحة. تمام. نعم. حاجة معلش بقى ايه، الكومباس مش متظبط اهو. تيجي كده خلاص كده احنا مش عايزينه. عايز تمسح الزيادات دي المفروض تتمسح، يعني انا بس فتحت مني شوية عشان ايه على الجهاز عندي. ونوصل اللاين سيجمنت دي. يبقى انت كده عملت بايسكت لللاين سيجمنت اللي هو قال عليها. وصل ايه النقطتين دول ببعض. لو جيت قست من هنا هتلاقيها 2، هنا دي كانت 6، يبقى هتلاقي من هنا 3 ومن هنا 3. تمام. يبقى انا كده اخدت حاجتين حتى الان، ازاي ارسم انجل واعمل لها بايسكت، وازاي ارسم لاين سيجمنت واعمل لها بايسكت. تالت حاجه عندي ازاي نرسم تراينجل، عن طريق ان هو مديك 3 سايدز. هو دلوقتي هيديك 3 سايدز بتوع تراينجل ويقول لك ارسم لي التراينجل ده. عندي هنا السؤال بيقول لي draw triangle اسمه ABC in which AB equals 6 cm and the length of BC 5 cm and the length of AC 3 cm. هنجيب الرولر. انا دلوقتي محتاج الرولر ومحتاج الكومباس بس، مش محتاج البروجيكتور دلوقتي في حاجه، هو ما عنديش انجل. اول حاجه هعملها لاين سيجمنت، هعمل اي واحده من دول. انا بفضل اخلص من الكبيره. نرسم الكبيره الاول اللي هي كانت 6 سنتيمتر اهي، دي كده 6 سنتيمتر. تمام. خلاص الرول دلوقتي مش محتاجها، شيلها على جنب. وابدا اجيب الكومباس. نكتب بس اسم اللاين سيجمنت دي، مهم قوي انك تكتب اسمها. هنا اسمها اي بي، هسميه هنا ايه اهو. وهنا البي. تمام. ليه قلت لك مهم قوي انك تكتب اسمها؟ ان انا دلوقتي هاجي اقول لك اللاين سيجمنت اللي اسمها اللي بعدها اسمها بي سي. بي سي يبقى انت هتقف من عند الاي ولا من عند البي؟ كده تقف من عند البي، عشان كده لازم تحدد اسمها من الاول. ماشي. هاجي دلوقتي افتح فتحه
5 سنتيمتر. اشمعنى 5 سنتيمتر؟ ان هو قال لك البي سي ب 5. هاجي في الكمبس كده وافتح فتحه لحد ال 5. ماشي، وهتقف من عند البي وتعمل ارك فوق كده اهو في الحته دي كده، تعمل ارك كده. ماشي، خلاص خلصت الارك ده. تفتح فتحه كمان 3 سنتيمتر اللي هي اللاين سيجمنت الثانيه. يبقى تقف من عند الرولر كده من عند الزيرو وتقيس 3 سنتيمتر اهي 3 سنتيمتر. وتعمل ايه؟ تقف من الناحيه الثانيه، والمفروض ان انت لازم تقطع الارك ده. فهتعمل الفتحه كده اهو بحيث انك تقطع الارك ده. اوبا، ما قطعتش الارك. اعمل ايه؟ اعيط اصوت؟ لا ولا هتعيط ولا هتصوت. هتعمل ايه تاني؟ هتقوم جاي راجع فاتح الفتحه دي مكبرها تخليها 5 سنتيمتر تاني، وتكبر الارك ده. اهو دلوقتي عندي اهي ظبطتها على 5 سنتيمتر. هقف من عند البي تاني وهكبر الارك ده بحيث ان هو يقطع اللاين سيجمنت اللي احنا قلنا عليها. اهو الارك كبرناه شويه، قطع اللاين سيجمنت. خلاص كده شكرا. عايز الزيادات دي المفروض تتمسح كده، وتبدا توصل التراينجل بتاعك طبعا بالرولر كده. بتجيب الرولر وتظبطها معاك اهو على البوينت دي الانترسكشن بوينت اللي انا هوصل عليها. البوينت اللي انا محتاجها دي مهمه قوي، البوينت دي. هقيس اظبط الرولر عليها، اقفل الكمباس ده مش عايزينه، واقف من عند الاي هنا واوصل اهو تمام. ومن الناحيه التانيه هوصل كده تمام. هتظبطها بقى زي ما انا ظبطتها كده وتوصل اللاين سيجمنت. انا هعملها من عندي كده عشان ايه الرولر دي ملخبطه لنا الدنيا. وهنسمي اللاين سيجمنت دي البوينت دي قصدي هنسميها سي. يبقى انا كده رسمت تراينجل اللي اسمه اي بي سي. اللينس بتاع اي بي كان 6 سنتيمتر، واللينس بتاع بي سي كان 5 سنتيمتر، واللينس بتاع اي سي كان 3 سنتيمتر. تمام كده. نشوف واحده كمان بنفس الفكره. draw triangle اسمه اكس واي زد. اللينس بتاع اكس واي 6 و4 و5. تمام، يلا بينا. طلع الرولر. هبدأ أقيس اللاين سيجمنت اللي هي الكبيرة دي، نخلص منها الأول 6 سنتيمتر. ادي اللاين سيجمنت 6 سنتيمتر. اسمها ايه؟ اسمها اكس واي. ادي الاكس وادي الواي. عايز ايه بعد كده؟ هقف من النقطة دي ومن النقطة دي. من عند الواي هفتح فتحة 4. ادي الكمبس تفتحه على فتحة 4. تقف من عند الواي هنا كده تفتح فتحة 4. طبعا زي ما وريتك كده بالرولر بتفتح الكمبس اهي 4 سنتيمتر. وابدا اعمل ارك. نطوله بقى الارك المره دي شويه عشان ما ايه ما نتلخبطش، ونرجع نعيد تاني. وبعد كده امسح الزيادات مفيش مشكله. طيب وين الناحيه التانيه؟ هفتح فتحه 5. ادي هنا البوينت دي كده وافتح فتحه 5. 5 بالظبط اهي. ونبدا نعمل ارك تاني بحيث ان هو يقطع ده. ماشي، خلاص كده الكامبس مش عايزينه. الزيادات دي عايز تمسحها امسحها، بس اوعى تمسح الارك. ما ينفعش امسح الارك كله. بمسح بس الزيادات. لو انت رسمتها حته زياده بتمسحها. تمام. البوينت دي هي اللي احنا عايزينها، هنوصل بيها اللاين سيجمنت بتاعتنا او التراينجل بتاعنا اللي هو اسمه اكس واي زد. ادي بوينت اهي، ودي البوينت التانية اهي. دي كده تبقى البوينت اللي اسمها زد. ماشي. قال لي بعد كده بقى then determine the measures of the type of triangle according to the measure of angles. يعني عايز نحدد نوع التراينجل بالنسبة للانجلز بتاعته. ازاي هحدد نوع التراينجل؟ اولا انا بس تعال نحط المعلومات بتاعتنا على الرسمة. انا معايا اكس واي كانت 6 سنتيمتر، ومعايا الواي زد كانت ب 4 سنتيمتر، ومعايا الاكس زد كانت ب 5 سنتيمتر. كده هيجي دور البروتكتور ان انا هبدا اقيس الانجلز دي واقول له نوع التراينجل بالنسبه للانجلز. اجي هنا
احط البروتراكتور واقيس اول انجل عندي. اول انجل عندي بكام؟ نظبط البروتراكتور على خط بالظبط كده، هتلاقي ان هي اول انجل عندك كانت 40. يبقى measure angle x دي 40. هاجي عند الاكس هنا واقول له ان دي 40 degree، واجي اقيس الانجل التانية. انجل الواي كان الميجر بتاعها بكام؟ هتلاقي ان هي ما بين ال 50 وال 60 بالظبط، في النص بالظبط، يعني يعتبر 55. انجل واي 55. طبعا ممكن يكون في تفاوت، يعني حاجات بسيطة كده ما بين ده وده، ما فيهوش مشكلة يعني، عادي لو فرقت معاك على ملي على 2 ملي مش مشكلة. احنا قلنا هنا 55. ونبدأ نقيس الانجل اللي فوق. طبعا هقيس الانجل اللي فوق ازاي؟ هتثبت البروتراكتور كده عليها او تلف الورقة بتاعتك وتحط زي ما عملنا كده اهو، وتلف البروتراكتور لحد ما تظبطها عليها بالظبط اهو، وتقيس الانجل اللي فاضلة اللي هي الميجر بتاعها كام. تعال نقيسها كده اهو عشان نجيبها بالظبط. المفروض ان هي تطلع معاك ب 75. يبقى الانجل التالتة ب 75. 85 سوري، هنا 85. يبقى انا دلوقتي حددت نوع التراينجل بالنسبه للانجل. ازاي حددت نوع التراينجل وانا ما اعرفش هو نوعه ايه؟ دلوقتي التراينجل بالنسبه للانجلز ثلاث انواع. عندي اكيوت انجل للتراينجل، واوبتيوس انجل للتراينجل، ورايت انجل للتراينجل. ازاي بحدد النوع ده؟ تعالى نفتكر كنا بنحدد نوع التراينجل ازاي. اولا هنقول دلوقتي types of triangle بالنسبه للانجل. كان عندي اول حاجه acute، وكنت بقول ان هو acute لو لقيت اكبر واحده فيه acute، يعني في الاخر هتلاقي الثلاثه كلهم acute، اكبر واحده فيهم acute. تاني نوع عندي اللي هو الرايت. الرايت انجل تراينجل بتلاقي فيه واحده ب 90، يبقى انت تقول عليه ان هو رايت. وتالت حاجه كان عندي اللي هو الاوبتيوس انجل تراينجل، ولساعتها بلاقي فيه اكبر واحده هي اوبتيوس. يبقى انا بحدد نوع التراينجل على اساس ايه؟ على اساس اكبر انجل عندي. اكبر انجل لو كانت اكيوت يبقى التراينجل ده هقول له ده اكيوت انجل تراينجل. لو اكبر انجل كانت رايت هقول له ده رايت انجل تراينجل. لو كانت اكيوت فهقول له ده اكيوت انجل تراينجل. يبقى انا التراينجل دلوقتي تراينجل اكس واي زد is an acute triangle. acute angle triangle. ماشي، ناخد واحده كمان بنفس الفكره. هنا فكرة تانية بيقول لي ارسم لي تراينجل عن طريق لاين سيجمنت و تو لاين سيجمنت وانجل. يبقى انا دلوقتي هرسم تراينجل عن طريق تو لاين سيجمنت وانجل. ازاي هعمل الموضوع ده؟ تعالى بقى نشوف. دي جديده عندنا شويه، لان اللي فاتت دي كنا واخدينها الترم اللي فات، نرسم تراينجل عن طريق الثري لاين سيجمنتس كنا واخدينها الترم اللي فات. هنا بيقول لك انا عندي تراينجل اسمه اي بي سي. اي بي ب 5 سنتيمتر، بي سي ب 4 سنتيمتر، وميجر انجل اي بي سي ايكوال 70. فأول حاجة هتعملها إنك هتطلع الرولر وهتطلع البروتراكتور وتبدأ تقيس اللاين سيجمنت اللي هو قال عليها الأولانية. أي واحدة من دول ممكن تعملها مش مشكلة. هنعمل اي بي اللي هي 5 سنتيمتر. ادي الاي بي 5 سنتيمتر، واركن الرولر كده خلاص على جنب. ابدا بعد كده اقيس الانجل. يبقى انا اول حاجه عملتها اللاين سيجمنت اللي اسمها اي بي، بعد كده هقيس الانجل. ادي الاي بي. الانجل اسمها اي بي سي. يعني ايه اي بي سي؟ يعني الفيرتكس بتاعتها هي البي. يبقى انا لما هاجي هقيس من عند البي. احط البروتراكتور بالشكل ده كده وابدا اقيس من عند البي. هقيس من عند البي كام؟ هقيس من عند البي 70 ديجري، وابدا احط البوينت زي ما اتعودنا واعمل الانجل بتاعتي. ادي الانجل بتاعتي تمام.
اللاين سيجمنت بتاعتها دي الخط ده كده محتاجه طويل شويه، طوله شويه معايا. وبعد كده هنبدا نفتح البروتراكتور على الكامبس قصدي على فتحه 4. يبقى انا دلوقتي اول حاجه عملتها ان انا عملت اللاين سيجمنت. تاني حاجه قست الانجل اللي هو قال عليها ب 70. بعد كده انا عايز النقطه اللي هوصل بيها البوينت او الفيرتكس اللي اسمها سي. هجيبها منين بقى دي؟ هفتح البروتراكتور على فتحه الانجل الكامبس قصدي على فتحه 4. ده كده اتفتح على فتحه 4 سنتيمتر. طبعا عرفنا ازاي بنفتح الكامبس على فتحه 4 عن طريق الرولر. وهعمل ارك هنا في الحته دي كده يقطع لي دي، يقطع لي اللاين سيجمنت دي. هي دي الحته اللي انا عايزها. دي انا محتاجها في ايه؟ محتاج اوصل بيها، هي دي الفيرتكس اللي انا عايزها دي كده، الفيرتكس اللي اسمها سي. هوصل التراينجل خلاص كده وابقى خلصت اهو. كده انا خلصت. يبقى تاني كده من الاول عملنا ايه؟ اول حاجه اللاين سيجمنت، تاني حاجه رسمت الانجل بتاعتي. الانجل بتاعتي كان الميجر بتاعها 70. فتحت الكومباس على الفتحه بتاعه اللاين سيجمنت الجديده اللي هي بي سي، ومن عند النقطه اللي اسمها بي عملت الارك ده ووصلت اللي انا عايزه. طبعا الزيادات هنا محتاجه تتمسح اهي، الحته الزياده دي كده تتمسح. امسح يا عم، ماشي، مش مهم يبقى امسحها انت بقى عشان هي معلقه هنا. وتعالى نشوف واحده كمان بنفس الفكره. عندي هنا بيقول لي draw triangle اسمه ABC. AB 7 سنتيمتر، BC 5 سنتيمتر and measure of angle ABC equal 80. Determine the type of triangle according to the measures of angles. يعني رسم لي التراينجل، بعد ما تخلص حدد لي نوعه بالنسبه للانجلز. هبدا اعمل الخطوات هي تاني. اول حاجه عملناها ان احنا وقفنا كده قسنا اللاين سيجمنت الكبيره اللي هي اسمها AB 7 سنتيمتر اهو. تمام. بعد كده هقيس الانجل. احنا قلنا دي اسمها اي بي، يبقى واحده من ناحيه هنسميها A وناحيه هنسميها B. هنا A مثلا وهنا B. انجل اي بي سي الميجر بتاعها 80، يبقى انا هقف من عند الفيرتكس اللي اسمها B واقيس انجل 80. ادي ده كده هنقف من هنا كده ونقيس الانجل اللي هي 80. تظبط على 80 بالظبط وتبدا تعمل الانجل بتاعتك اهي. اتعملت الانجل. تالت حاجة بتفتح الكمبس عند البي هنا كده، تفتح الكمبس على فتحة 5 سنتيمتر. لقيت الكمبس تاني كده وافتح فتحة 5 هنا كده اهو، فتحة 5. تظبط الفتحة بتاعتك على 5 وتعمل الارك اللي احنا قلنا عليه. انا محتاج ارك في الحتة دي، الارك ده يقطع لي اللاين سيجمنت دي. تمام. هوصل الخط اللي فاضل وابقى كده انا خلصت التراينجل بتاعي اهو. يبقى ده كده التراينجل اللي احنا عايزينه اللي اسمه ABC. دي الفيرتكس اللي اسمها C. طب عايز ايه بعد كده؟ بيقول لي حدد لي نوع التراينجل بالنسبة للانجلز بتاعته. اول حاجة احنا عندنا ميجر انجل A equal 80 كده 80. هنبدأ نقيس الانجلز التانية. الانجلز التانية والله لقينا فيهم واحدة اكيد، لقينا فيهم واحدة اوبتيوس هنقول ده اوبتيوس، لقينا فيهم واحدة رايت هنقول ده رايت، لقيناهم الاتنين اكيوت خلاص يبقى ده ايه؟ اكيوت انجل تراينجل. نقيس الانجل دي اهو. هقف من هنا كده وابدا اقيس الانجل بتاعتي. تعال بقى نقيسها بالظبط كده اهو. نمشي على الخط بالظبط اهو. هنلاقي ان الانجل دي اهي 40 ديجري. يبقى الانجل دي 40 ديجري. والانجل التالتة هلف البروتاكتور كده وابدا اقيسها. اهي 60 ديجري. يبقى هما الاتنين اكيوت. فانا هقول له ان نوع التراينجل ده اكيوت انجل تراينجل. يبقى تراينجل اللي اسمه ABC is
an acute angle triangle. تمام. شوفوا الفكرة اللي بعدها. الفكرة اللي بعدها ان انا هرسم تراينجل عن طريق two angles ولاين سيجمنت واحدة. two angles ولاين سيجمنت واحدة. فانا دلوقتي معيش غير لاين سيجمنت واحدة، فاكيد هبدأ بيها، اسمها AB. اللاين سيجمنت بتاعتي اسمها AB اهي، واللينث بتاعها 5 سنتيمتر. ادي الاي بي، هبدأ اقيس ال 5 سنتيمتر بتوعي. تاني حاجة عندي انجل ب 90 وانجل ب 40. انجل A ب 90 وانجل B ب 40، نسميها بس كده من هنا A ومن هنا B. ادي الانجل اللي احنا قلنا عليها 40. تاني انجل عندي اللينث بتاعها هيكون 90. هقف من الناحية التانية وهقيس انجل ب 90 اهي. المفروض ان هما هيتقابلوا في النقطة دي، يبقى انا محتاج اطول دي شوية. الخط ده كده محتاج يطول شوية اهو. تمام. الزيادات دي بقى تتمسح بعد كده. الزيادات دي كده انت خلاص، دي الفيرتكس اللي احنا عايزينها اللي اسمها سي. تمام. بمسح بقى الزيادات دي بعد كده وخلاص، خلصت على كده. يبقى تاني كده عملنا ايه؟ اول حاجه قسنا اللاين سيجمنت. تاني حاجه عملنا الانجل دي. عملنا الانجل دي، الخطين بتوع الانجلز اتقابلوا في نقطه، هي دي البوينت اللي احنا محتاجينها. واحده كمان زيها اهي، بيقول لي draw triangle اسمه ABC. AB equal 5 سنتيمتر. measure angle A 120 and measure angle B equal 30. بعد ما تخلص حدد لي نوع التراينجل بالنسبه للسايدز. فهنرسم اول حاجه اللاين سيجمنت AB. هتكتب هنا A وهنا B. قال لك measure angle A ب 120، يبقى انا هبدا اقيس ال 120 بتاعتي من هنا كده. تمام. قسنا الانجل 120. تاني حاجه عايز اقيس انجل تانيه الميجر بتاعها 30، يبقى انا من الناحيه التانيه من عند البي هبدا اقيس انجل 30. طولها طبعا شويه كده عشان تقطع التراينجل. عمل معايا بالشكل ده كده. عملنا التراينجل اللي هو عايزه، يبقى دي انجل سي. تمام. يبقى تاني كده بتعمل ايه؟ وزي ما قلنا اول حاجه اللاين سيجمنت، تقف من هنا تقيس الانجل اللي قال عليها ومن هنا تقيس الانجل اللي قال عليها. تمام. وبعد كده بيقول لك حدد لي نوع التراينجل بالنسبه لللينثز بتاعه السايدز. فهتجيب الرولر بقى المره دي وتقيس. اول واحد طبعا بالنسبه لنا هو كان 5 سنتيمتر. طيب شوف ان الخط التاني كده كام. تظبط الزيرو هنا كده عند البوينت وتبدا تقيس من الناحيه التانيه. هلاقي ان هي برضو طلعت معايا ب 5 سنتيمتر. اللاين سيجمنت الثانية 5 سنتيمتر. طيب والتالتة هنقيس السايد التالت بقى. هلاقي ان هو 8 and half. 8 and half. طبعا انواع التراينجل بالنسبة للسايدز كانوا برضو 3 types. ايه هم؟ isosceles. isosceles ده بيكون فيه 2 sides equal. وعندي ايه تاني؟ عندي equilateral. equilateral بيكون 3 sides equal. وعندنا تالت حاجة اللي هي scalene أو scalene، اللي بيكون ال 3 sides different. تمام. يبقى انا التراينجل ده بما انك لقيت ان في تو سايدز قد بعض، ده كده قد ده، يبقى هتقول له ان التراينجل ده نوعه isosceles triangle. يبقى ده triangle ABC is an isosceles. نيجي للفكره اللي بعدها. هنا بيقول لك draw triangle اسمه LMN. LM equal 6 سنتيمتر و LN equal MN equal 8.5 سنتيمتر. يبقى عندي two sides قد بعض، يبقى التراينجل ده نوعه ايه؟ نوعه isosceles. طيب عايز ايه بقى؟ بعد ما تخلص التراينجل ده هتعمل بايسكت ل two angles. تعال نمشيها بقى واحده واحده كده. اول حاجه
نرسم تراينجل. بالنسبه للسايدز يبقى انا هعمل اول سايد اللي هو ب 6 سنتيمتر. كنت هتقول لي انت ليه ما عملتش الكبير قوي؟ ما هما في اتنين قد بعض، بدل ما افتح الكومباس مرتين هفتحه مره واحده اللي هي 8.5. يبقى انا هعمل السايد اللي هو 6 سنتيمتر اهو. تمام، خلاص كده اقفل الرولر. ده اسمه ال ام. تمام، افتح الكومباس بقى على 8.5. ادي الكومباس هتظبطه كده على الرولر. ادي الرولر اهي عشان تشوف برضه، عشان لو نسيت. ادي الرولر هتقيس كده وتفتح الكومباس على 8.5 اللي هو 8 and half، بين ال 8 وال 9. تمام، هتقف من الناحية دي تعمل ارك، ومن الناحية التانية وتعمل ارك. ماشي، تقف بوينت واحدة، امسح الزيادات اهي. لا مش كل دي يا عم، امسح بس الزيادات اهو. وابدا اوصل التراينجل بتاعي. اوصل التراينجل عن طريق ايه؟ عن طريق البوينت اللي طلعت لي دي اللي احنا عايزينها، دي البوينت اللي اسمها N. واوصل التراينجل بالشكل ده. طبعا ما حدش يوصل بايده، الرولر هتوصل التراينجل كده. تمام، بعد ما عملها اللي هو قال عليه ده، دي البوينت اللي اسمها N عشان مش واضح الاسم بتاعها. N اهي. ماشي، قال لك انا عايزك تعمل لي بايسكت الانجل ال ام ان. انجل ال ام ان اللي هي الانجل دي، وبايسكت الام ال ان اللي هي برضو دي. تمام، هنعمل لهم بايسكت عن طريق الكمبس اللي هي اول حاجه خدناها بايسكت الانجل. انت بتقف هنا في الفيرتكس، تفتح فتحه مناسبه كده صغيره، وتبدا تعمل ارك. ادي الارك بتاعنا. بعد كده بتقف تاني من النقطة دي ومن النقطة دي، وتعمل 2 ارك تانيين يقطعوا بعض. نكبر الفتحة شوية ونغير اللون، مثلا نخليه اللون الغريب ده. ادي ارك اهو، هو لا منه اورنج ولا منه سيمون. ماشي، وادي ارك تاني اهو قطعه. نبدأ نوصل الخط بتاعنا، نعمله بلون جديد، نخليه بالاحمر مثلا اهو. ادي الارك الاولاني اهو، نطوله شوية كده، نبقى نشوف لو عايزين في زيادة نمسحها نبقى نمسحها. الناحية التانية هعمل برضو الارك الجديد كده اللي هيعمل لي بايسكتور للانجل التانية. ادي الارك، وتعالى نغير اللون ده، خليه جرين مثلا، حاجة معروفة محدش بيختلف عليها. ومن الناحية دي اعمل كبر الفتحة شوية عشان ما نخشوش في بعض بس كده، واعمل الارك بتاعنا. وهنا هعمل ارك يقطع ده. الدنيا ساحت في بعضيها مفيش مشكلة، اهم حاجة ان احنا ملونينهم اهو. طبعا انت بالبنسل هتمسح الزيادات، فتعالى نشيل الزيادة كده برضو اهو. دي كده ملهاش لازمة، دي ملهاش لازمة، دي كده الحتة دي برضو ملهاش لازمة اهو. خلاص انا عايز الانترسكشن بوينت دي. ابدأ اوصل بقى الخط التاني، نعمله بالريد برضو عشان يبقى تراينجل تحت ريد. اوصل بالبوينت دي، ايوه البوينت بتاعت الاخضر ده. حلو الكلام. قال لي بقى هنا ايه؟ قال لي ان البوينتس دي هيتقابلوا في نقطة اسمها اي. النقطة اللي اسمها اي ديت انا عايزها تحدد لي نوع تراينجل ال ام اي. ادي الاي اهي. ماشي، عايزك تحدد لي نوع التراينجل اللي اسمه اي بالنسبة للانجلز. طيب بالنسبة للانجلز يبقى انا محتاج البروتراكتور. ادي البروتراكتور. هبدأ اقيس واحدة واحدة من الانجلز اللي تحت. الاثنين اللي تحت المفروض ان الاثنين اللي تحت يطلعوا قد بعض، هو كان ايسوسلس، الكبير كان ايسوسلس يبقى الصغير هيكون ايسوسلس زيه. طبعا الثيرم انت لسه ما خدتهاش بس برضو تبقى عارفها يعني. هتلاقي ان الانجل دي ب 35، والناحية التانية تعال نقيس هتلاقيها برضو المفروض ب 35 زيها. يبقى الاثنين دول ب 35. طيب طالما الاثنين دول ب 35 يبقى الثانيه هتكون اوبتيوس اكيد. 35 اهي ودي 35. نبدا نقيس الانجل الكبيره.
اللي فوق دي اهو، ظبط البروجيكتور بتاعتك كده بالشكل ده، وابدأ قيس. هي ظبطتها من الناحية دي وهقيس من الناحية التانية. الانجل دي بكام؟ المفروض ان هي 110. 110 تمام. يبقى كده الانجل التالتة ب 110. المفروض ان انت لما تيجي تعمل بلس للانجلز بتاعت التراينجل يطلعوا كلهم ب 180. دي حاجه احنا كنا واخدينها الترم اللي فات. طيب هنا 110 بلس 35 بلس 35 يطلع فعلا ب 180. طيب هو عايز نوع التراينجل بالنسبه للانجلز، يبقى انا هقول له تراينجل ال اي ام هيكون نوع ايه؟ obtuse angle triangle is obtuse angle triangle. ماشي. نيجي للي بعدها، بيقول لي هنا draw triangle اسمه XYZ، اللينس بتاع XY قد اللينس بتاع XZ equal 6 سنتيمتر و XY equal 8 سنتيمتر. يلا بينا هنرسم التراينجل. الخط المختلف اللي هو X اللي هو YZ ب 8. نعمل 8 ونفتح الكومباس على كام؟ على 6 سنتيمتر. ايوه 6 سنتيمتر اهي، 6.1. ماشي نظبطوها. ماشي. واعمل 2 ارك بتوعي، ادي ارك من هنا وارك من هنا. حاسس ان الارك ده يطلع قصير برضو. لا ما طلعش قصير الحمد لله. ماشي. اوصل التراينجل بتاعي. تعال نجرب نوصله بالرولر اهو عشان تظبطها معايا برضو اهو. بتقف هنا كده وتظبط الخط على الخط كده وتبدأ توصل بالرولر بتاعتك اهو. تمام. من الناحية التانية نفس الفكرة. هي الرولر عشان طويلة هنقصر الرولر شوية اهي. تعرف تعمل كده بقى؟ تعرف تقصر الرولر كده ولا؟ هوب 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 بس. تمام شكرا. ادي التراينجل اللي احنا عايزينه. ده كان اسمه زد واي، يبقى ده كان اسمه اكس. عايز ايه بقى؟ عايزني اعمل بايسكت الانجل واي وانجل زد، واحدد نوع برضو التراينجل اللي هيطلع تحت. لا، عايز اثبت ان ام واي ايكوال ام زد. ماشي. تعالى نعمل بايسكتور الاول. ادي الكومباس بتاعنا اهو. نقلل الخط بتاعه شويه، نخففه شويه عشان كان اوفر اوي في المساله اللي فاتت اهو. تبدا تعمل الارك بتاعك اهو. ماشي. وتقف من الناحيتين دي ودي وتعمل التو ارك التانيين. هنغير اللون، خليه جرين. افتح فتحة شوية واقعد اغيرها بعد كده الناحية دي، ومن الناحية التانية تعمل نفس الايه دي. شكرا. توصل الخط بتاعك، خليها بنفس الجرين برضو اهو. ماشي. طوله شوية ونبقى نمسح الزيادة بعد كده. من الناحية التانية نفس القصة الحزينة. هتعمل ايه؟ الموضوع ده هغير اللون، خليه مثلا بيربل اهو. الارك الاولاني صغره شويه والتو ارك التانيين نكبرهم شويه اهو. تقف من هنا، تكبر بقى الفتحه شويه وما تغيرهاش بعد كده. تعالى كده ونعمل فيست كده. شكرا. ومن الناحيه دي وتعمل شكرا. بس شكرا شكرا شكرا. مش عايز خلاص يا ابني خلاص. تمام نوصل. ماشي خليه جرين برضو زي التاني اهو. اتقابلوا في البوينت اللي هو قال عليها اللي اسمها ايه؟ اسمها ام. اهي نسميها ام. ماشي. نمسح الزيادات بقى عشان المنظر القذر ده. ايه ده؟ انا عايز امسح الخط. ماشي مش مشكلة، مش هنمسح زيادات، خلي المنظر قذر.
عايز ايه حضرتك؟ عايزني اقيس اللينس بتاع ام واي واللينس بتاع ام زد واثبت ان هم قد بعض. خلاص ادي الرولر، هنقيس ده وهنقيس ده. ده كام؟ ده 4 and half، والناحية التانية اكيد هيطلع 4 and half. اقف من هنا كده ماشي. وانا مش لسه مقصرك؟ انت قلت تاني ازاي؟ 4 and half برضه. يبقى انا هنا هكتب على دي 4 and half ودي 4 and half، وهقول له ان ام واي equal ام زد equal 4.5 سنتيمتر. وبكده نبقى وصلنا لاخر حلقتنا، وما تنساش تصلي على النبي، واهم حاجه تكون طبقت معايا كل حاجه بالتفصيل كده. ولو ما طبقتش معايا هتجيب الحاجه بتاعتك وترجع تشتغل تاني في الحاجات دي. هتلاقي في الكتاب المعاصر في تمارين، انا واخد من التمارين دي حاجات كتير قوي، يعني احنا حلينا مع بعض 12 مساله. هتلاقي المسائل دي كلها من التمارين بتاعت المعاصر، او من الحاجات اللي كانت في الشرح بتاعت المعاصر. هتحل تاني عليهم، ولو في اي حاجة ابعت لي. وما تنساش برضو تاني تصلي على النبي، ويلا سلام.